وهنا بقى بتيجي الضربة القاضية اللي بتثبت إن إحنا بنجري ورا سراب، كل الفلوس والدم والأعصاب اللي بتتحرق دي علشان ندخل كليات القمة. بس تعالوا نصطدم بالواقع في سوق العمل 2026. الطب والهندسة اللي كانوا حلم لكل بيت بقوا طريق مسدود لكتير من الشباب. إحنا عندنا 110 ألف طبيب مصري طفشوا بره مصر، أكتر من نص دكاترة مصر سابوها وراحوا إنجلترا والسعودية، لأن الخريج الجديد بيصطدم بواقع المرتبات الضعيفة وبيلاقي نفسه بيشتغل نبطشيات قاتلة ما بتوازيش تعبه ومجهوده. وخريجين طب أسنان بيواجهوا شبح البطالة بسبب التكليف. أما الباشمهندس فنسبة البطالة وصلت ل 40% بين المهندسين، ونقابة المهندسين بتصارع عشان توقف قيد خريجين المعاهد الهندسية علشان ينقذوا المهنة من طوفان العاطلين اللي بوظوا الأجور. في نفس الوقت ده المستقبل رايح لحتة تانية خالص، قطاع التكنولوجيا والبرمجيات والذكاء الاصطناعي. مبرمج الذكاء الاصطناعي بياخد راتب بيبدأ من 180 ألف جنيه سنويا ويوصل ل 540 ألف جنيه لو خبرته متوسطة. أما بقى الخبراء فمرتبهم بيوصل ل1.5 مليون سنويا. شاب عنده 22 سنة ممكن يقبض بالدولار وهو قاعد في قلب بيته عن طريق الشغل عن بعد مع الشركات الأجنبية. الشركات العالمية النهاردة وحتى المحلية ما بقتش بتبص لاسم الجامعة أو تعتمد شهادة القمة وخلاص، بتبص أنت بتعرف تحل المشاكل وعندك مهارات مرنة ولا لا. الذكاء الاصطناعي بقى بياخد مكان الموظف التقليدي، وانت لسه بتبيع اللي وراك واللي قدامك عشان ابنك يفتح عيادة أو مكتب تكلفه الملايين.